على فكرة ده برنامج فضيحة. اتجوزت 6 مرات وقلعت الحجاب وسببت إثارة وجدل كبيرة قوي. هدى رمزي وجوازاتها. الفنانة هدى رمزي اللي عاشت حياة كلها في تساؤلات من جمهورها بسبب تصرفاتها اللي كانت غريبة بالنسبة لهم، زي جوازاتها الكتير واعتزالها للفن وانفصالها من 6 جوازات ولبسها للحجاب وخلعه مرة تانية. كل ده وأكتر هنعرفه سوا في أسرار حكاية الفنانة الجميلة هدى رمزي. كبرت وتربت في أسرة كلها فنانين، أبوها المخرج الكبير والمنتج حسن رمزي، وأخوها المخرج السينمائي محمد رمزي، وتبقى عمة الفنان شريف رمزي، يعني عيلة كلها فن. ويمكن ده كان سبب في إن هدى تبدأ مشوارها الفني بدري سنة 1985 لما عملت أول فيلم ليها، كان فيلم الرداء الأبيض، وكان عندها وقتها 17 سنة. ولما بدأت تمثل كانت بتدرس في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون في جامعة القاهرة. أما عن جوازاتها اللي كانوا كتير ورغم كده عاشت وحيدة برضه، فهدى رمزي اتجوزت في أول عمرها من فنان مغمور ما كانش في حد يعرفه اسمه خالد، وبعد انفصالهم اتجوزت من رجل أعمال كبير اسمه طه غانم اللي انفصلت عنه بعد مشاكل كتير حصلت ما بينهم، كانت معروفة وقتها، بس ده كان أبو ابنها محمد وده ابنها الوحيد. وبعد ما انفصلت عن جوزها طه غانم سنة 1986 اتجوزت من محامي كبير اسمه سمير عيسى وانفصلت عنه، واتجوزت مصطفى البليدي رجل الأعمال، وتعتبر دي الجوازة الأشهر في جوازات هدى وأكثرهم إثارة للجدل، خصوصا بعد انفصالهم لأنهم انفصلوا عن بعض 3 مرات. والمفاجأة أن مصطفى البليدي بعدها اتعرف على ميرفت أمين واتجوزها وعمل لها فرح ولا في الخيال. الناس كلها كانت بتحكي وتتحكى عنه وعن جماله، ده جاب الأكل الخاص بالفرح بطيارته من فرنسا وادالها طقم ألماظ هدية. وطلعت هدى رمزي وقالت إنه سرقه مني، وحصلت مشكلة كبيرة وقتها بينهم. بعدها اتجوزت هدى رمزي من لاعب كرة قدم في النادي الأهلي حبيب الملايين شريف عبد المنعم، واتطلقوا قبل اعتزالها الفن على طول. ومن ساعتها ومحدش يعرف أي حاجة عن حياة هدى رمزي ولا حتى بتظهر كتير للجمهور. هدى كانت ست جميلة وبتطلع دايما في أدوار تليق بجمالها وأنوثتها، ورغم إن الأعمال الفنية اللي هي عملتها ما كانتش كتير بالنسبة لفنانة موهوبة زي هدى، إلا إنها كانت معلمة جدا مع الجمهور وكانوا بيحبوها وفاكرينها لحد دلوقتي، زي حنفي القبهة مع عادل إمام وفاروق الفيشاوي وسبق الإصرار وجري الوحوش وبئر الخيانة، وأعمال درامية زي الحب وأشياء أخرى وأحلام الفتى الطائش والزوجة تعرف أكثر. وكل أعمالها الفنية ما تعديش 30 عمل، لكنها كانت تستحق إنها تظهر بأكتر من كده. هدى مش بس كانت بتثير الجدل في جوازاتها، لا كمان في اختفائها وفي لبسها للحجاب. وفي فترة جوازها من مصطفى البليدي في نص التسعينات كده قررت هدى تلبس الحجاب وتعتزل الفن لأول مرة، والناس فكروا إن ده بسبب جوزها، ما هو مش معقول يعني تسيب الفن اللي بتحبه كده من غير سبب، وتبعد تماما عن الأضواء وعن الناس وتختفي. وبالفعل اختفت في الوقت ده، وشفناها في فرح ابن أحمد السبكي فجأة كده من غير الحجاب في إطلالة كلاسيكية مميزة، ولكن مفاجأة للناس. هي أصلا بتفضل إنها تظهر في المناسبات الخاصة عشان تثير الجدل من جديد وتطرح تساؤلات جديدة من الناس اللي بتحبها، وحتى ابنها محدش يعرف عنه أي حاجة، وهل هو هيدخل الوسط الفني أو لا، وهل هو أصلا عايش معاها ولا لا، محدش يعرف عنه حاجة. احكوا لنا بقى فاكرين ايه من أعمال هدى رمزي الفنية، وتفتكروا عدد الجوازات ده كان طبيعي الإنسانة بتدور على شخص مناسب تشاركه حياتها، ولا فعلا ده عدد يثير الجدل؟